في واحد الزمن بعيد في قلب ايرلندا كان واحد الحاجب ما بين عالم الانسان ومملكه ديال واحد الملكه سميتها سيدا. هاد المملكه كانوا ساكنين فيها واحد المخلوقات سميتها ذا فيريز، بالعربيه الجنيات. في هاد المملكه كانت حاكمها واحد الملكه جنيه سميتها ايسلين. كانت كتحكم هاد الارض والغابات ديال ايرلندا، فين كان الانسان ما كيقدرش يتجرأ يدخل لهاد المناطق والارض اللي عايشين فيها. هاد الجنيات كانوا معروفين بالجمال ديالهم، ولكن كانوا ما كيرحموش ومعروفين بالخداع والهرج. كانوا كيبغيو يديروا الفتنة في عالم الإنسان. الجنيات كانوا مخلوقات سحرية، ولكن السحر الوحيد اللي ما يقدروش يديروه هو يولدوا أطفال، وهاد الحاجة اللي كانت كتخليهم يحسدوا الإنسان عليها. وهما كانوا مخلوقات كتعيش مدة طويلة على عكس الإنسان. إسلين الملكة ديال الجنيات كانت ديما كتمنى يكون عندها واحد الطفل، فقررت انها دير واحد الخطة في واحد الليلة فين غيكون القمر بدر. الملكة إسلين استعملت واحد التعويذة سحرية وهبطت لعالم الإنسان في واحد القرية فين كان عند واحد العائلة اللي يلاه تزاد ليهم واحد الطفل. تماك دخلت إسلين لديك الدار ودارت واحد التعويذة أخرى ديال السحر، وبدلات الطفل بجني من الخدم ديالها. خلات الوالدين ديالها يظنوا ان داك الطفل هو الطفل ديالهم، وهي دات معها الطفل الحقيقي. داتو المملكه ديالها، كانت بغات تربيه عندها، ولكن فاش جابتو الطفل بدا غير كيبكي، وحس ان هذيك البلاصه راه ماشي دارو، وهو ما محاطش مع وليد. فالجنيات عندهم واحد الاعتقاد ان الاطفال اللي كيجيبوهم للعالم ديالهم كيعطيهم واحد القوه سحريه كتخليهم يحافظوا على السحر ديالهم. الام حسات ان هذاك الطفل ماشي ولدها، وحتى السكان ديال القريه والجيران عرفوا ان هذاك الطفل هو الطفل المستبدل. فاش الوالدين بغاو يرجعوا ولدهم المخطوف وعرفوا بالاسطوره، الحكماء ديال ديك القريه قالوا ان الطريقه الوحيده باش يرجعوه هو اختبار النار والحديد، وكانوا هادو هما نقاط ضعف الجنيات. الام خدات الطفل المستبدل وحطته حدا العافيه، فالطفل بدا كيدير واحد الصوت غريب وكيتعوج بواحد الطريقه اللي كتخلعه حتى اختفى عن الوجود. لغد ليه لقاو الطفل الحقيقي محطوط حدا باب الدار، ما وقع ليه حتى حاجه. ومن ذاك الوقت السكان ديال ديك القرية ولاو كيستعملوا الحديد في ديورهم، وكيحطوا أعشاب اللي كتبعد الجنيات بحال اليزير والغبيراء. وهكا باش تسمات هاد الخرافة ديال الطفل المستبدل. كانت أسطورة كتحضر الوالدين باش يحميو أطفالهم ويردوا ليهم البال، حيتاش الجنيات يقدروا يجيو وياخدوا ليهم ولادهم. مرحبا بكم في عالم سيليا. فاليوم غادي نهضروا اكثر على قصه ديال تشينجلين اولا المستبدل، وغنحاولوا نحلوها اكثر. فالقصه كتهضر على الخوف ديال الامهات من الفقدان وعلى الشك في الواقع، واش الطفل تبدل بصح ولا غير في المخيله ديال الام. فهاد القصه فيها خليط ما بين الاسطوره والخرافه والواقع النفسي. نحلو دابا الشخصيات. الام كتمثل الحب والخوف، وهي رمز الامومه اللي كتعاني من اللي كتحس بولدها ما بقاش هو. شخصيه الطفل اللي تبدلات كترمز للغموض والخداع، واحيانا كتعبر على المرض النفسي او العقلي اللي ما كانوش الناس فاهمينه في ذاك الوقت. اما الجنيات او دوك الكائنات الخرافيه فكترمز للقوه الغامضه في الطبيعه، وكتعكس الخوف الشعبي من المجهول. هاد القصة الأصل ديالها بالتحديد من دول بحال أيرلندا، اسكتلندا، شمال أوروبا. فالمجتمعات القديمة ملي كان شي طفل ما كيكبرش مزيان ولا كيبان عليه شي سلوك غريب أو مختلف، الناس ما كانش عندها تفسير طبي أو علمي. مثلا طفل عنده التوحد، ولا ما كيهضرش، ولا عنده شي مرض مزمن، أولا ببساطة ضعيف جسمانيا، ولا تأخر في الكلام، ولا حركة زايدة، ولا تواصله صعيب إلى آخر ذلك. يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيخلي الطفل يكون مختلف. فبزاف ديال العائلات ما كانش كتفهم هذا الشيء، والتفسير الوحيد ديالهم كان هو القصص والتفسيرات الخرافية، وأن الجنيات خداو الطفل الأصلي ديالهم وبدلوه بواحد كيشبه. ليه ولكن في الحقيقة هاد الأطفال راه ماشي مبدلين وماشي ناقصين،
هما غير مختلفين. الاختلاف ديالهم جزء من الطبيعة ديال البشر. كل طفل عنده وتيرة ديالو، طريقة الفهم ديالو ونظرته للعالم. الطفل اللي عنده توحد مثلا ماشي انه ما باغيش يهضر، ولكن دماغه كيتعامل مع المعلومات بطريقة مختلفة وكيحتاج صبر وفهم. فالمشكل ماشي في الأطفال، ولكن في الجهل ديال المجتمع اللي ما كانش قادر يفهم الاختلاف، فكان كيعطي تفسيرات قاسية وظالمة. هادشي كيورينا كيفاش الخوف من المجهول كيخلي الناس يظلموا الضعيف، خصوصا الأطفال اللي ما قادرينش يدافعوا على راسهم. نرجعوا دابا للرموز والمعاني العميقة اللي كتخبع هاد القصة ولا الأسطورة ديالتنا. فهاد القصة كتقسم لجوج مستويات، كاين مستوى رمزي وكاين مستوى نفسي. نبداو بالرمزية. كتبين كيفاش ان الانسان كيحاول يفسر الاشياء اللي ما كيفهمهاش، بحال مثلا مرض الطفل او التغير ديال السلوك ديالو. اما النفسية فممكن تكون القصة عن فقدان التواصل بين الام وولدها، او عن اكتئاب ما بعد الولادة اللي ما كانوش الناس كيعرفوه في ذاك الوقت. فالخرافات القديمة كتورينا كيفاش الناس زمان كانوا كيصيفطوا رسائل رمزية باش يعبروا على المشاعر ديالهم والمخاوف ديالهم. خلاصة القول، خصنا نعرفوا ان الاساطير والخرافات راه ماشي غير خيال، بالعكس هي المرآة اللي كتبين لنا الواقع ولكن بلغة رمزية. فكنتمنى تكون عجبكم هاد التحليل ديالي وهاد المناقشه اللي درناها. الا بغيتو تناقشوا وتعطيو شي افكار اخرى ولا عندكم شي حاجه تزيدوها، كتبوها في لي كومونتير. عجبتكم القصه والتحليل ديروا ليا لايك، ونشوفكم في قصه اخرى ولا في تحليل اخر ديال شي قصه اخرى. السلام عليكم.